السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عاملين ايه يا جماعة؟ وحشني جدا والله. يا رب يكون الجميع بخير. النهاردة احنا عند خالد وتامر، الجولة الأسبوعية الجميلة بتاعتنا اللي عند خالد وتامر، اللي كلنا بنحبها قوي قوي، لاني عارفين كلنا شغل خالد وتامر عظمة على طول كده. شغلهم شغل كريمة، شغلهم شغل أوروبي، مش بلاد خليجي ولا بلاد مش أي بلاد خالص. عمرهم ما اشتغلوا في أي حاجة، دايما شغلهم مميز جدا. ده انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي الأطفال المحير اللي انتوا كلكم بتسألوني عليه. اللبس المحير كله هتلاقوه عند خالد وتامر ده. تمام. واللي بيميز خالد وتامر ان هم محلات جنب بعض كتير كلها خالد وتامر، فهتجيبوا حاجاتكم كلها من منبع واحد. وكمان المفاجأة اللي شفتها عندهم النهاردة ان كان بيصفوا الشتوي والاسعار نزلت تماما. يعني كان اللبس المحير الاطفال الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كان ب 65 جنيه اي حاجه. شايفين السويت شيرت؟ والله العظيم ماركه وحاجه عظمه. والسويت شيرت ده لا يقل بره عن 150 180 جنيه. ده كمان لو يعني لو براند كده يعني، لو مصري لو براند كده لا يعدي. بصوا يا بنات، بصوا ده الاحمر ده لبس رياضه على فكره، ينفع جدا جاكيت لانه مبطن من جوه، عشان كده حبيت ابينه من جوه. مش قادره اقول لكم بقى، اللبس سعره نزل جدا جدا. الاسعار واضح جدا ان هي نزلت، لان بيقولوا اخر جمعه هي الجمعه الجايه في الشتوي. يعني بيقولوا انه بعد الجمعة الجاية هيبقى تصفيات شتوي مش اكتر. تمام. تمام، علشان بس تبقوا عارفين بعد الجمعة الجاية هيبقى تصفيات كل ده لبس محير. فاللي عايز بقى يستغل الفرصة، ولو عايزين تسمعوا رأيي بجد بجد استغلوا الفرصة دي بكل ما فيها. اللبس الرجالي كمان عندهم رخص جدا جدا. السويت شيرت اللي كان معلق عليه 200 بقى ب 100. اغلى بلوفر عنده كان ب 200 بقى ب 100 واحده. متخيلين؟ وكلها ماركات وبراندات فظيعه فظيعه. فاهميني؟ بصوا كله لبس محير، حاجه ولا في الخيال، حاجه جميله جدا. كل اللبس المحير اللي حضراتكم شايفينه ده عامل 65 جنيه بس. يلا يا بنات ويا شباب، قبل ما ننسى نعمل ايه؟ نذكر الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، ونصلي كمان على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام، عشان ربنا يبارك لنا في العمل اللي احنا بنعمله. بصوا زي ما انتوا شايفين، بصوا السويت شيرت قد ايه جميل بناتي، تحفة. محير اهو. وممكن كمان بنوتة مش محير، ده ممكن بنوتة عندها 18 20 سنة رفنوعة كده تلبسه يعني. واخدين بالكم؟ السويت شيرتات دي البنات بتشتريها بغلاء الاسعار، وكمان مش بتبقى براند زي ده، يعني مش بتبقى ماركة، لا ده بتبقى مصري كده حاجة. الماتيريال بتاعها بيبقى مش حلو، بيوبر بسرعة، لازم كلنا نعترف بكده على طول. ومحدش يقول انتي بتقولي على الشغل المصري كده، والله انا ما اقصدش المصري خالص. انا اقصد في حاجات، يعني في حاجات بتطلع هي دي اللي سوقت صورة الصناعة المصرية، فاهمني؟ بس يعني مصانع كده غريبة، ما يعني مجهولة المصدر بصراحة، يعني بتعمل حاجات مش حلوة خالص. وكمان بيبيعوها بغلاء الاسعار. بصوا الفساتين البناتي بقى، بصوا. يا لهوي على الفساتين البناتي اللي شفتها، ده انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي فستانين. بص انت بقى حضرتك لما تشتري فستان زي ده ب 65 جنيه، وتطلعي بيه بقى في الموسم، هو على فكرة مش شتوي تقيل، يعني ينفع تبيعيه صيفي او شتوي او خريفي كمان، لان قماشته جميلة جميلة. فيا ريت اللي عايز يبدأ مشروع يروح يلم شوية حاجات من اللي مرمية على الأرض دي، ويطلع بيهم بقى كده ويشتغل بيهم. وزي ما بقولك ده مش شتوي قوي يعني، ممكن سويت شيرت زي ده عادي يتلبس في الصيف مفيش اي مشكله، لانه مش تقيل. طب ما احنا في الصيف ساعات بالليل واحنا رايحين اي مشوار بنلبس ولادنا بكم ليه؟ ساعات الدنيا بتبرد شويه واحنا راجعين، ساعات كده انتوا عارفين طبعا كلامي ده. بصوا مثلا ده فستان على فكره كان جميل قوي برضو بناتي، خطير. بصوا بقى السلوبتات، تعالوا لي بقى على السلوبتات اللي انتوا بتشتروها بغلاء الاسعار لاولادكم. بصوا، بصوا الحاجه، والله العظيم عنده شويه حاجات. ارجوكوا اللي عايز يبدا مشروع يجري على خالد وتامر اليومين دول، اليومين دول مش قادره اقول لكم التصفيات عنده عامله ازاي. بصوا، بصوا السلوبته وجمالها. بصوا اللي ورا دي، بصوا بصوا، بصوا معايا وانتوا اللي احكموا، انا مش هتكلم. بصوا لما تشتري حاجة زي دي يا ستي وتبيعها ب100 ولا ب120، بصي ده الفستان اللي بقولك عليه. بصي القمر،
بصي الحلاوة، ليه كمر كده من تحت زي كمر السويت شيرت. بصي حاجة في منتهى الوهم والجمال والشياكة. بصي بحب اجيب لك التفاصيل ازاي عشان تعرفي ان انا مش حرماكم من اي حاجة، وعشان تعرفوا ان انا هفضل ورا كل واحد بيتفرج عليا لغاية ما تعملوا المشروع ده اجباري. انا وراكوا اجباري لغاية ما الكل يستفيد والكل يقول فعلا كسبنا من ورا الكنوز دي. وانا مش بقول لكم اي حاجه، ولا بقول الحاجات دي ما تعبش خالص، عمره الشغل معاب ولا اي حاجه. ومش بقول لكم تعبوا، ومش بقول لكم افتحوا محلات والايجارات بقت غاليه نار. لو انت شاب اللي بتتفرج على عايز تبدا مشروع افتح محل، انا اللي بقول لك افتح محل. امكانياتك ما تسمحش، ابدا دلوقتي من غير محل. طيب انا معايا 5000، اعمل ايه؟ اجري حضرتك عند خالد وتامر، هاتلك شوية حاجات وابدأ ابدأ من على الانترنت الاول. ابدأ من على الانترنت ازاي؟ اعمل جروب واتساب، اعمل جروب تليجرام. شوف بقى لدرجة ايه. وهتقولي لي طب احنا نعمل الحاجات دي ازاي؟ حضرتك تدخل على اليوتيوب اكتب ازاي اعمل جروب على الواتس، ازاي اعمل جروب على التليجرام، ازاي اعمل جروب فيسبوك، الم الناس حواليا كده، اعمل جروب حلو كده ان الناس تخش على الجروب ويبقى عندي مجموعات. اول حاجة حضرتك هتدخل فيها الناس اللي معاك على الموبايل بس كده، مش عايزين منك اي حاجة تاني. كل الارقام اللي مع حضرتك على الموبايل او الاصدقاء اللي على الفيسبوك هتدخلهم معاك في المجموعات اللي انت هتعملها او في الجروبات اللي انت هتعملها. تمام. انا بتكلم الكلام ده سواء راجل او ست، سواء راجل او ست لازم يستغل الفرصة دي. واليومين دول التصفيات، تستغلوا وقت التصفيات سواء شتاء او صيف. طيروا على الاماكن دي وهاتوا وركنوا الهدوم، ما بيجرالهاش اي حاجة لو اتركنت. بس طبعا نركن الحاجة متطبقة تطبيقة مكوى، يعني ما نهنش شغلنا، لا بالعكس. شايفين ايه الجواكت الفرو؟ بصوا يا بنات، بصوا يا شباب، الجاكيت اللي في ايدي ده حرفيا يا نهار ابيض على النعومه اللي فيه. المستردة ده يا خبر ابيض. طبعا كلنا عارفين ان المستردة ده طالع يعني موضه، اللون ده فظيع، هو والجراي طالع كتير قوي السنه دي. بصوا عنده الجواكت الفرو، وانا ما حرمتكوش من حاجه، عملت لكم فيديو لوحده بالجواكت الفرو اللي عنده علشان اوريها لكم بكل تفاصيلها بقى وما احرمكوش من اي حاجه. شفتوا شيرين كمال بتعمل معاكم ايه؟ انتوا كمان لو انتوا لسه في الفيديو او اللي لسه في الفيديو منورني، يا ريت يدوس لايك فضلا منكم وليس امرا، وتتفرجوا معايا بقى على بقيه. انتوا هتشوفوا بقيه الشغل بنفسكم، والله ما بجيب حاجه من عندي. انتوا هتشوفوا بقى. بصوا الشغل عامل ازاي عنده الجواكت الطويلة دي بقى ب350. ليه؟ لأنه كان لسه فاتح البلدي جديد، وأنا عنده يعني كان لسه يا دوب فاتحها. قال لي حظك يا أستاذة ده البلدي لسه مفتوحة. البلدي بقى يا بهوات لقيت فيها حاجات بالتيكت. هو بيقول لي معظمها حاجات بالتيكت. عارفين يعني إيه؟ يعني ما اتلبستش. يعني احنا لو خدناها الحاجات دي هنبيعها بأسعار حلوة جدا، خصوصا لو عندنا محلات. ولو مش عندنا محلات وهنعرض الحتة دي على الجروب اللي احنا عاملينه، الحتة دي بالتيكت بتتباع بره بكذا، او تجيبوا حتة مماثلة ليها وتجيبوا سعرها الاساسي وتحطوا الحتة دي جنب الحتة دي كده في نفس الصورة، وتقولوا بصوا في البراند بتتباع بكم، احنا بقى منزلين عليها سيل عاملة كذا سعرها كذا. فانا بقول لكم ادخلوا على اليوتيوب وتعلموا تعملوا الشغل ده، والله العظيم هيطلب منكم الشغل ده بغزارة. وعايزة اقول لكم على حاجة، مش هيبقى يعني الناس اللي معاكم على التليفون الارقام اللي معاكم بعد كده هيدوا رقم المجموعة بتاعتكم لناس تانية. يعني ممكن هتلاقي حد داخل لك المجموعة يقول لك ممكن تدخل الرقم ده عندك في المجموعة عشان ده رقم ابن خالتي، ده رقم بنت خالتي، عايزة الجروب دخليها الجروب، دخلها الجروب علشان عايزين يشوفوا حاجتك. بس في حاجة، لو أسعاركم مميزة هتاكلوا الجو. لو الأسعار خليتوها أوفر مش هتشتغلوا خالص. صدقوني الناس مش ناقصة غلاء، والناس هتفضل تروح الوكالة. فهمتوا قصدي أنا بقول إيه؟ يعني لو هتوفقوا ترنجات على بعض بيعوا بسعر برضو يكون أقل من الوكالة. لو انتوا هتوفقوا قطعة من هنا وقطعة من هنا، ده هيفرق معاكم، ده هيفرق معاكم من الأرض للسماء.
تمام. انا لسه عامله فيديو امبارح كان كل اللي فيه ب20 جنيه بس، بنطلونات وسويت شيرت وبلوفرات وحاجات حلوه قوي على قناتي التانية. هسيبه لكم تحت الفيديو ده في التعليق المثبت. تمام، برضو عشان تتفرجوا وتشوفوا. شفتوا الجواكت؟ شفتوا هنا الجواكت كانت بكام؟ شوية جواكت يعني فظاع 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 فظاع. هنا بقى الجواكت دي نزل عليها سيل، كانت ب200 جنيه. تمام، كانت ب200 جنيه، رجالي حريمي اي حاجة كانت ب200 جنيه. الجواكت التانية اللي هي لسه طالعة من البالة كانت ب350. يعني هنا الجواكت اسعارها حلوة جدا. يبقى احنا كده جبنا لكم كل الحاجات الحلوة اللي انتوا عايزينها. لو انتي بقى اول مرة او لو حضرتك اول مرة بتشوف قناتي، اتمنى تشترك في قناتي. انا اسمي شيرين كمال، اعوذ بالله من قولة انا، وعاملة 3 قنوات، 3 قنوات محتوى واحد وهو محتوى الوكالة. بعمل ايه في ال3 قنوات دول، ولا ليه فتحت 3 قنوات وكالة؟ دي قصة طويلة. بس المهم المقصد من الموضوع إن انا هدفي احارب الغلاء اللي الناس بتعاني منه. بصوا السويت شيرتات اهي اللي قلت لكم عليها كانت ب200، بقى كل المحل ده سويت شيرتات بلوفرات اي حاجه عامله 100 جنيه بس. والله العظيم حاجات تقيله تقل. انت بقى لو شاب كده فتك وعرفت تعمل جروب كده ودخلت فيه اصحابك وبعت الواحد من ده ب120 ولا ب130، والله العظيم انت كسبان كتير جدا، انت فعلا كسبان. بس انت قول يا رب، قول يا رب، وادخل كده بقلب قوي. وتصرف لك في يعني 5000 هتبقى قليلة شوية، هتلاقي نفسك جايب شوية هدوم كده وراجع. لا خليها 10، اسمع مني. وما تصرفهمش كلهم، يعني مش أول يوم تروح جايب بيهم كلهم، لا لا، لأنك كل يوم هتكتشف، كل يوم هتكتشف. فاهمني؟ واسمع مني، لو عايز تبدأ مشروع صح وينجح معاك وما تهدرش في راس المال، لو بعت حتة ب120 وانت جايبها ب100 او جايبها ب80 او جايبها ب70 ايا كان، بقى ساعة ما تبيعها شيل راس المال على جنب وتصرف اللي انت كسبته بس. ما تجيش جنب راس المال خالص. لو فضلت محافظ على النقطة دي هتكبر مالك جدا وهيبقى على طول معاك فلوس، بدل ما انت قاعد في البيت سوري في الكلمة مستني حد يجيب لك شغل، حد اصلي مستني صاحبي هيرد عليا اصلي. صدقني ابدأ وقول يا رب، ابدأ وقول يا رب. حتى لو هتتصرف في الفلوس دي وهتدخل لها جمعية تسدهم من الجمعية، جمعية هتجيب جمعية ومالك هيكبر. وفي يوم من الأيام هتفتكرني وهتقول الله يبارك لها، هي اللي عرفتني السر ده. بصوا كل البلوفرات، كل المحل من جوه من بره، لا من جوه، كل اللي جوه ده عامل 100 جنيه بس. تمام، لان البليزرات والجواكت اللي بره اغلى من كده. فكل شايفين البلوفرات على اشكالها قد ايه. بصوا هنا كمان السويت شيرتات، هناك كانت بزعبوط، هنا بقى من غير زعبوط ومن غير زونت دي عامله 100 جنيه برضو. بس يا شباب، والله العظيم يا شباب، والله العظيم انا اللي واقفه. يعني ده شغل الكريمة، ده شغل، ده كله شغل أوروبي، الأجانب بس هم اللي بيلبسوه، حتى مش خليجي خالص. هم ما بيجيبوش شغل خليجي، هم بيجيبوا معظم شغلهم الأوروبي ده. وفعلا فعلا يستاهل، والله والله العظيم يا شباب يستاهل. الشغل شيك جدا، شايفين السويت شيرت قد ايه جميل. الشغل شيك جدا، يستاهل كده واكتر، بجد حقيقي يعني. مش كلام وبس، انا اللي بروح وانا اللي بقف قدام الشغل وبنصح اي حد يروح عند خالد وتامر ده، لان فعلا 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 يستاهل السعر، يستاهل كل حاجة فعلا. الأطفال عنده، الحريمي عنده، شايفين السويت شيرتات بقى، الشغل والدلع والحاجات دي اللي الشباب كلها بتموت فيها. فانتوا لو رحتوا، انت لو شاب بقى وعارف، عارف اصحابك بيحبوا ايه، انت نفسك عشان شاب هتعرف تشتري. تمام. ولو انت برضو بنوته وعايزه تبداي دنيتك كده، صدقيني ابداي بالموضوع ده. والموضوع ده فيه لقمه عيش حلوه جدا. ولو تقدروا تسلكوا في حكايه الهدوم اللي بالتقسيط دي، والله العظيم والله العظيم انا نفسي اشتغلت في الموضوع ده في يوم من الايام، وكنت لابسه دهب حلو جدا منه. شفتوا بقى بفتح نفسكوا ازاي، لاني انا فعلا دي تجربة أنا شخصيا مريت بيها. وبعدين لما جيت جبت ابني الصغير، الموضوع كله توقف. ليه بقى؟ طبعا انتوا عارفين الولاد والسهر والمستشفيات والعلاجات والأطفال بقى، انتوا عارفين الأطفال، طفل مع شغل بيت خلاص كده انتهى، انتي لازم تبقي قاعدة.
شكرا، انت ما ينفعش تخرجي من باب البيت، واليوم اللي هتخرجي فيه تاني يوم هتيجي مش هتعرفي تتحركي تاني، فاهميني؟ والموضوع ده عايز حركة، عايز حركة، عايز حد يكون، مش هقول لكم متفرغ، عايز حد يكون مثلا زي انا كده ولادها كبروا شوية، تمام، اصغر طفل عندي عنده 12 سنة، فبرضه ما عنديش اطفال صغيرة، فالموضوع سهل بالنسبة لي، عشان كده عاملة قنوات. والله يا شباب انا لو متفرغة وما عنديش 3 قنوات، لو مش مرتبطة الارتباط ده بالنت، بالاونلاين يعني، انا يعتبر يوتيوبر مشموطة من رقبتي كده، لان اللي مسؤول عن قناة تعبان، ما بالكوا بقى 3 قنوات. شفتوا السويت شيرتات المحير البناتي؟ بصوا انا وريتكم المحاير الاولادي كان ورا في المحل اللي ورايا، هم 3 محلات اصلي. بصوا ده واحد، واللي قدامه واحد اللي انا صورت عنده في الاول، تمام، والتالت اللي هو الرجال اللي جنبيهم اللي انا صورت عنده دلوقتي. بصوا 65 جنيه يا بنات، طب في ايه تاني اكتر من كده؟ بناتي محير، بناتي جامعات ينفع ماشي، فاهميني؟ لا لا يا بنات لا، يعني حاجات ما تتسابش، فاجروا جري. اللي عايز يبدأ مشروع، لو هتبدأوا بقول لكم تعرفوا تسلكوا في موال القسط، مش قادرة اقول لكم كده كنوز علي بابا هتتفتح لكم، تمام. وتعملوا ايه بقى؟ واحدة لسه هتاخد اول مرة قسط، ما ادهاش 5 حتت، لان انا طبعا مريت بالتجربة، فلازم اقول لكم على الاخطاء اللي انا اتعرضت لها. واحدة جاية لي مثلا لسه أول مرة هعملها في القسط، ما اروحش اديها 5 حتت، ما اروحش اديها 3 حتت، حتة أو حتتين. هجربك يا ست الكل، أو هجربك لو شاب، أو لو رب أسرة هياخد لولاده، أيا كان هجربك. والله الحاجة دي خلصت، تعالى اتفضل خد حتتين 3 تاني. أنا تتحججوا بقى بإيه؟ أنا لسه بادئة على قدي، ولسه عندي شغل قليل، ما عنديش الشغل الكتير اللي يخليني أرمي بضاعة كتير بره، فمعلش انا هجربك في حتتين، مشينا مع بعض كويس وتتعاملوا بالاسبوع، اوعوا حكايه الشهر دي، هتلاقوا نفسكم نمتوا كده جنب الحاجه اللي طلعت بره، خلاص كده مستنيين لما الشهر يخلص، وتقعدوا بقى تتخانقوا مع الناس، عايزين الاقساط، احنا عايزين ننزل نجيب شغل. لا، الاسبوع بيجري يا شباب ويا بنات، الاسبوع بيجري رهوان. الاسبوع لما هيجري انتوا هتعملوا ايه؟ يعني بصوا الاسبوع، يعني النهارده هتلاقوا دي جايه تديكوا القسط، دي ميعادها بكره جايه تديكوا القسط، هوب، احنا على طول في ايدينا ايه؟ في ايدينا فلوس. شفتوا الاسرار اللي بديها لكم كلها؟ تستاهل ايه بقى؟ تستاهل 100 لايك ولا لا؟ دوسوا لايك يلا فضلا منكم وليس امرا، علشان الافكار دي توصل لناس كتير، خلي كلها ترزق، خلي الناس اللي قاعده ومش لاقيه شغل وبتقول انا معايا 5000 هعمل بيهم ايه؟ 5000 لا، ولو 3000، ابدأ بس انت كده وقول يا رب، ابدأ بس وقول يا رب، ده ربنا دايما بيقف مع الإنسان اللي بيسعى ويجري ويدعبس كده وينحت في الصخر. انت ابدأ وقول يا رب، او ابدأي وقولي يا رب، ما تقعديش كده حاطه ايدك على خدك، وانا جوزي يا عيني ارزقي يوم او يوم، لا، صدقيني لو عافرتي وجريتي على اكل عيشك انت وولادك، صدقيني هتحسي بالفرق، هتحسي ان ربنا فتح لك ابواب رزق، تمام. لو جوزك من الناس المكافحة، افتحوا محل انتوا الاتنين، اعملي زي ما كنت انا وجوزي بنعمل. انا كنت بجيب الشغل من العتبة، ما كنتش لسه اعرف الوكالة على فكرة، انا كنت بشتغل في شغل جديد، مش بالة، ولو اعرف السر ده اقسمت لكم بالله كان زماني معايا مال قارون لان انا كنت بشتغل في الجديد، والجديد كان بياخد مني راس المال كله. ليه؟ الجديد بيبقى سعره عالي، يعني اللي بيعوز مني جاكيت كان ايام، كان من 10 سنين مثلا، كان الجاكيت عامل مثلا 200 جنيه ولا 250 جنيه، فانا اوريدي لو معايا 2000 3000 جنيه شكرا، لو 3 4 جواكت اتطلبوا خلاص. لكن لو انا اعرف الوكاله دي من ايامها، اكيد الجاكيت كان عامل 100 ولا 150 بالكتير، فكان هيفرق معايا 190 درجة. وكمان شغل الوكالة أنضف الصراحة، خلينا نبقى متفقين، تمام. فعايزين بقى إيه؟ نبدأ كده ونقول يا رب، ونقول بسم الله، توكلنا على الله، تمام. ونقول ونبدأ، ونخش بقلب قوي، تمام، وايدينا في ايدين بعض. اي مكان هتعوزوه في الوكالة، شغل، بصوا، ولا الرواب دي بقى، ولا الرواب دي بقى اللي انا مش لاقيه لها حل، دي عنده الرواب سعرها نزل نزول رهيب، زي ما انتوا شايفين كده،
الاسعار عنده كلها نزلت نزلت نزلت، وعنده سلوبتات ودفايات وحاجات. نعمل ايه بقى؟ استغلالنا بقى في الايام دي زي ايام البلوزه الصيفي ما كانوا بيصفوها، فاكرين؟ كانت ب 25 جنيه. البلوزه اللي كانت ب 80 وب 85 اول ما نزلت، كان مالي المحل ده من بره ومن جوه على 85 جنيه بس البلوزه. وكانت شويه بلوزات يا بنات والله العظيم يتاكلوا كده، يتاكلوا شويه حاجات. عايزه اقول لكم استغلوا الايام دي، استغلوها وهاتوا شغل وخزنوه واطلعوا بيه بقى في الموسم. هتبيعوا بيع والله العظيم، والله العظيم انا بقول لكم على كل الاسرار. شايفين البلوفر؟ انا بعشق البلوفرات اللي فيها كذا لون دي، او خطوط او اي حاجه من دي، بتدي شكل ومنظر. شايفين المستردة؟ البوليفرات والحاجات دي كلها كانت عامله 75 جنيه عنده. ولو اقول لكم على الماتيريال والشغل والله يا بنات مفيش بعد كده. خلصنا الفيديو تمام، واحنا في اخر الفيديو اتمنى يا رب تكون فيديوهاتي عجبتكم، نالت اعجابكم، افكاري كمان عجبتكم. يا رب تكون بتعجبكم وكمان بتستغلوا الافكار دي فعلا. احب فعلا ان انتوا، وعشان كده يا ريت يا ريت اللي مش هيشتغل يا ريت يدوس على مشاركة اللي تحت الفيديو، ويشير الفيديو ده لحد تاني من اصحابه، عشان يمكن حد ياخد الفكرة ويستفاد بيها. وكمان دوس لايك، برضو الفيديو هيوصل لناس تانية. كل ما تدوس لايك الفيديو، يعني لو دوست لايك الفيديو ده بينتشر. اي حد بيتفرج عليا يا ريت ما يبخلش عليا بلايك، ده هيفرق معايا كتير جدا. وانا بشكركم جدا. اهو المحل بتاعهم لازق جنب محل اسمه السني زي ما انتم شايفين كده. كنت معاكم شيرين كمال. كمان هسيب لكم لينكات قنواتي التانية تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، وكمان ارقام الشباب والعنوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.